السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة لشيب الشعر للشعر، خاصة دلوقتي موضوع شيب الشعر انتشر بطريقة غير زمان خالص. يعني كتير دلوقتي من شبابنا الصغير ده وصل ان في سن المراهقة، وبنلاقي شعر شايب في شعرهم بنات او اولاد. كمان دلوقتي ان سن شيب الشعر بدأ من سن مبكرة خالص. كان الاول امهاتنا واجدادنا كان دايما يبدأ شيب الشعر يعني من بعد سن 50 واكتر، وتلاقوا حاجات بسيطة، كم شعر كده بسيط. دلوقتي بتلاقوا كتير في الشعر شيب بطريقة يعني غريبة، طبعا من الاكل ومن الجو، من الحاجات الكيماوية الكتير اللي موجودة في الجو. شيب الشعر ليه اسباب كتير خالص هنتكلم عنها، وهنقول ازاي الخلطة اللي احنا هنعملها هتعالج شيب الشعر، هتقلل منه وهتحد منه. ولو استمرينا عليها، وخاصة لو مش في سن كبير قوي، بتدي نتيجة فعالة بس مع الاستمرارية. بس قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. طبعا اتفقنا أسباب شيب الشعر كتير، منها أسباب وراثية، ومنها دلوقتي كتير منها أسباب من البيئة. زي مثلا الحالة النفسية. الحالة النفسية بتفرق جدا في موضوع شيب الشعر. طبعا انتوا لو دخلتوا عملتوا سيرش ازاي الحالة النفسية بتأثر على شيب الشعر، هتلاقوا فيديوهات كتير بتتكلم على الموضوع ده، لان تقريبا تأثير النفسية بيخلي فيه عناصر معينة بتفرز بتقلل مادة او بتأثر على مادة الميلامين بتاعة الشعر. وممكن تدخلوا هتلاقوا بالتفصيل. طبعا انا ما اعرفش اقول المعلومات العلمية دي لان انا مش متخصصة، ولكن انا متأكدة ان المعلومة دي صحيحة، وبدليل أنا كتير مننا يقول انا زعلت فشعري شاب. هي دي فعلا حقيقة. النفسية بتأثر جدا، لان بتفرز حاجات معينة بتزود موضوع شيب الشعر. كمان الحاجات السشوار والحاجات السخنة على الشعر، الكيماويات لو حاطين حاجة على الشعر، فرد الشعر، الحاجات اللي بنستخدمها لفرد الشعر دي بتسحب مادة الميلامين اللي ربنا خلقها في شعرنا. الصبغات برضو، الأكسجين اللي بنحطه على الشعر، كل ده بيساهم في ظهور شيب الشعر المبكر. طيب ايه الطريقة اللي احنا هنعملها؟ فيها حاجات بتحفز مادة الميلامين في الشعر، وهنستعملها فترة هتلاقوا تأثير فعلا بيقلل خلاص موضوع الشعر، بيحد منه موضوع شيب الشعر. بتلاقوا الشعر الأبيض ابتدى يلون تاني بس مع الاستمرارية. الخلطات اللي احنا حطيناها دلوقتي كانت عبارة عن معلقتين كبار حنة، طبعا ده مكون عشان يلون الشعر. اما بقى المواد التانية هي دي اللي بتحفز مادة الميلامين للشعر بطريقة او باخرى. ولو دخلتوا وبحثتوا هتلاقوا كل مادة حاطينها بتساهم في موضوع تحفيز ميلامين، مادة الميلامين في الشعر. الطبق ده اللي هو فيه اللون الفاتح ده مية بصل. انا جبت بصلاية وخلطتها بشوية مية صغيرين، وخدت الخلاصة بتاعتها، التصفية بتاعتها اللي هي دي اللي انا بحطها دلوقتي، دي مية بصل. فعلا مفيدة جدا موضوع اخفاء شيب الشعر ومعالجته. بس طبعا زي ما اتفقنا مع الاستمرارية. اما البودر اللي حطيته في الاول الاسود على الحنة ده عبارة عن حبة بركة وقرنفل. انا طحنتهم طحنة كويس، وكمان نخلتهم بحيث ان انا هاخد الناعم جدا، مش هاخد اللي هو الخشن، لا الناعم، عشان ينزل المادة اللي فيه والخلاصة اللي فيه. وانا بعجن زي ما انتوا شايفين اللي احنا المواد اللي احنا حطيناها. بزود تاني في مية البصل حبة البركة والقرنفل، من المواد اللي ربنا خلقها تحفة جدا، بتحفز ميلامين الشعر، وكمان بتدي لون مع الحنة بحيث الشعرة تبان طبيعية وهتغمق بمرور الوقت. يعني مش هتغمق مرة واحدة، هتغمق بمرور الوقت. هتلاقوا الشعراية البيضة ابتدت تغمق حبة حبة كده، تبقى لون رمادي، وبعد كده تغمق لغاية ما توصل للون الشعر بتاعنا.
والسائل التاني كان عبارة عن مغلي شاي وكاكاو مع بعض. غليت شاي وكاكاو وممكن تحطوا قرفة كمان. غليتهم وخدت الخلاصة برضو، بس غليتهم كويس وانا مغطية برضو عشان ما يطلعش الزيوت الطيارة دي بتاعت الاعشاب برا. رحت كمان بعد كده خدت الخلاصة وعجنت بيهم. يبقى انا عجنت التغطية بتاعت الشعر بتاعت شيب الشعر ومعالجة شيب الشعر بمية البصل، ومغلي كاكاو مع شاي مع كمان قهوة، وكمان ممكن نحط قرفة، وخليتهم يغلوا شوية وانا مغطياهم عشان ما تطلعش زيوت الطيارة او المادة الفعالة وتتبخر مني. وبعد كده حطيت معلقة خل تفاح كبيرة عشان برضو من النوع بتشيل فطريات الشعر. لو في فطريات او اي حاجة في الشعر، حكة اي حاجة، بتعالج فروة الراس. كمان بتثبت لون، لان انا عاوزة اغطي الشيب في نفس الوقت، مش هعالج الشيب واسيبه فترة منه، لا هغطيه وفي نفس الوقت معالجة. يعني هي دي تغطية للشيب الشعر وفي نفس الوقت معالجة كويسة جدا لو استمرينا عليها. يعني انا بتمنى ان انتوا تبحثوا عن كل المواد اللي احنا قلنا عليها، هتتأكدوا ان المواد دي فعلا بتعالج شيب الشعر بس مع الاستمرارية. اما الكبسولة اللي انا حطيتها دي كبسولة فيتامين اي. برضو فيتامين اي من الحاجات الفيتامينات المهمة للشعر. برضو اتمنى ان انتوا تبحثوا، هتلاقوا اللي انا بقوله يعني هتلاقوه فعلا موجود، وفعلا عليه ابحاث، وفعلا في ناس استمرت على الخلطات دي والحاجات دي. طبعا مع الاكل الصحي، الحاجات اللي فيها حاجات بتزود ميلامين الشعر. طبعا البصل حلو اكله كتير، الحاجات الخضراء، كل الفواكه، الخضروات، كل الحاجات دي من الحاجات اللي هي بتحفز ان الشعر يرجع تاني للونه الطبيعي. اتمنى تجربوا الوصفة. واحنا ما حطناش في الوصفة غير معلقتين حنة. الوصفة دي هنعملها يعني ممكن كل 15 يوم، مش عاوزين نزود عشان الحنة برضو بتسحب بتخلي الشعر جاف شوية، فاحنا مش عاوزين برضو نخلي الشعر يجف، بس نحاول نستمر عليها فترة. هي مش هتكون من اول مرة هتلاقوا التأثير الواو، هتلاقوا شيب الشعر اتغطى خلاص، لا، هتاخد معانا وقت، بس مع الاستمرارية هتلاحظوا فرق كبير. خدوا بالكم من الشعر او الشعرات البيضة، بمرور الوقت مرة ولا مرة هتلاقوا لونها ابتدى يغمق تاني، بس مش مرة واحدة هتلاقوا اللون غامق، لا، هتلاقوا يتحول لون ابيض لرمادي شوية، وشوية بشوية هتلاقوه يرجع للون اللي كان عليه. اتمنى الوصفة تكون عجباكم، اتمنى تجربوها، ما تنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم.